ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. فيديو النهاردة ان شاء الله كنت بعمل لكم ريفيو عن المنظم الجميل ده جدا. المنظم ده بلاستيك كده، انا كنت شاريه من رنين، كان سعره مش فاكرة بالظبط، 100 جنيه تقريبا. هو عبارة عن 3 رفوف كده زي ما انتوا شايفين، معمولين من البلاستيك القوي جدا. معاه كده العجل ده بيتركب فيه في الآخر، وفي كده القطعتين دول اليد الخاصة بالمنظم نفسه. زي ما انتوا شايفين كده، كنت بوريكم الأول محتويات الكرتونة عبارة عن ايه وهو مفكوك كده. طبعا أول رفين بيكونوا قد بعض في المساحة أو يعني في المسافة بينهم، إنما الرف التالت بيكون طويل كده. أطول رف فيهم زي ما وريتكم كده، فده بيكون مناسب أكتر طبعا لو انتي هتشيلي حاجة كبيرة زي أزايز طويلة أو الكلام ده كله، أو منظمات المكرونة أو كده. إنما الرفوف اللي فوق ديت بتكون لأي حاجة تانية مش كبيرة. طبعا في الفيديو ده هوريكم أفكار حلوة جدا تقدروا تستغلوا بيها المنظم ده. ممكن في المطبخ، ممكن في الحمام، ممكن على فكرة في غرفة الأطفال. أنا الصراحة كنت عاملة كذا فكرة، بس الفيديو ممكن ينزل لكم على كذا جزء. المهم طبعا ساعتها أنا اشتريت له الرول ده رول فوم كده، هو اسمه كده. جبته كده لونه بينك شكل قطة كيتي، بحيث يليق على الحمام عندي لان هو لونه بينك برضو. تمام. وطبعا اخدت المقاسات سهلة جدا، وبدأت ان انا يعني اخد، يعني اقص على قد كل قطعة او كل قطعة مفرش، على قد الصف اللي عندي. تمام. هنشوف دلوقتي بقى مع بعض الافكار الحلوة اللي انا عملتها اللي تقدروا تنفذوها بكل سهولة. بس هنا تقريبا كنت برضو بشرح لكم طريقة تركيبه، ووريتكم كده اول جزء لما ركبنا العجل كده في الجنبين، طريقته سهلة جدا. هو على فكرة هتلاقوا خامته قوية جدا، فبيكون بطريقة الكبس، يعني لازم تضغطي جامد جدا علشان القطعة تتثبت كويس جوه المنظم ذات نفسه، جوه كل رف يعني. العجل زي ما انتوا شايفين بيتركب هنا كده بالشكل ده، وطبعا بنضغط جامد زي ما قلتلكم، لان هو مصنوع من البلاستيك القوي جدا. تمام. هنا كنت بوريكم ازاي بنركب العجل، اهو طريقته سهلة جدا. مجرد ما ضغطنا كده شوية على قطعة العجل دي، اتركبت معانا بكل سهولة. تمام. بعد كده بقى هنا كنت بوريكم اهي ان هي تمام جدا، الرف المنظم ده بقى بيتحرك بكل سهولة بالعجلتين. وكنت بعد كده بوريكم القطع الجانبية ديت، وان هي سهلة جدا برضو، بنشيلها في الجوانب كده بطريقة الكبس. تكون عبارة عن قطعة من الناحية اليمين وقطعة من الناحية الشمال، اهو زي ما انتوا شايفين. هنبدأ مع بعض نركب القطعة كده بكل سهولة. برضو لازم بس معلش نضغط جامد شوية. لو مش هتقدري ممكن تخلي حد يساعدك من ولادك او زوجك، ان هي يعني عايزة حد الصراحة، يعني ايديه ناشفة جدا. زي ما انتوا شايفين هنا كان زوجي هو اللي بيساعدني، يعني بيركبها كويس. لان انا ما كنتش قادره الصراحه، لان هي القطع ناشفه جدا من كتر ما هو مصنوع من خامه بجد نظيفه جدا، يعني بلاستيك قوي جدا. فمش اي حد الصراحه يقدر ان هو آه يعمل القطع بالكبس ده كده بسهوله. تمام. اهو كده ركبنا الرف الاول، وكده اهوت ركبنا كمان، او بنحاول ان احنا نركب الرف التاني زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت لكم اهو ان الرف الاخير ده بيكون اطول رف، تقدري تحطي فيه ازايز او منظمات مكرونة او اي حاجة طولها يعني كبير. تمام. هنا بقى وريت لكم بعد ما فرشت له المفارش كده، ودي طبعا يارا، هي كانت في الفيديو ده صغيرة جدا على فكرة.
لان الفيديوهات دي قديمة بس انا بحملها لكم يعني. المهم اول فكرة معانا زي ما انتوا شايفين كده تقدري تستخدميه في المطبخ. مثلا هتحطي فوق كده زي ما انا بوريكم البرطمانات الخاصة بالشاي بالسكر بالمشاريب بالقهوة. الصف التاني زي ما انتوا شايفين اديت لكم افكار ان انت تحطي مثلا ازايز الكاتشب والمايونيز. الصف الاخير بقى هنحتاج فيه الحاجات الكبيرة زي منظمات المكرونة زي ما قلت لكم، زي ازايز الزيت او ازازة الخل. الحاجات دي كلها كنت بحاول اوريكم بس يارا مش سايباني في حالي. المهم هنا زي ما انتوا شايفين حطيت كده برطمانات توابل. الصف التاني كده، وكنت بوريكم كمان ان ينفع تحطي برطمانات مثلا الشوكولاتة السبريد اللي هي القابلة للدهن زي النوتيلا والكلام ده كله. هنا بقى الصف التاني مثلا كده حطينا كيس الملح وعلب التونة لو عندك، كمان الصوصات ديت. بس في ملحوظة مهمة بالنسبة للصوصات، لازم تكون مقفولة يعني ما تفتحتش واتشالت في التلاجة لان طبعا هتبوظ منك. لو الصوصات جديدة زي دول كده ما كنتش لسه استخدمتهم تقدري ان انتي تشيليهم في المنظم. كمان في الجنب كده استغليته بان انا شلت اكياس مرقة الدجاج تمام بالمنظر ده. وزي ما قلت لكم حطيت هنا مكعبات مرق الدجاج. انا كنت مصوره لكم والله اكتر من فكره تنفع لكل مكان في البيت. بس الفيديوهات للاسف لسه مش لاقيها كويس يعني بدور عليها، فان شاء الله ينزل لكم على كذا جزء. تابعوا كل جزء هينزل لكم. وتفاعلوا مع الفيديوهات يا جماعة بالله عليكم علشان القناة تكبر، لان للأسف الفترة الكبيرة اللي انا غبتها القناة وقعت فيها جدا. والاعلانات اتشالت، فمحتاجة دعمكم قوي معايا الفترة دي ان شاء الله. وما تنسوش تتابعوني بقى في صفحة القناة على الفيسبوك اسمها بيتي جنة حياتي مع شوشو. المهم زي ما انا بوريكم كده دي بقى تاني فكرة معايا ان انت تقدري تشيليه في المطبخ وتشيلي جواه تشيلي فيه كل رفايع المطبخ اللي عندك. هنا مثلا في الصف الاول وريتكم كده ان انا شايلة طقم المعايير بتاعة المطبخ. مثلا في الصف التاني كده تشيلي مضارب البيض فتحة البيبسي او فتحة علب السمنة والكلام ده. واحلى حاجة فيه ان فيه جزء صغير كده في الجنب تقدري تشيلي فيه فرش الاسنان او البونيه بتاع الشعر لو هو في الحمام، او تشيلي فيه كده رفايع المطبخ الصغيرة زي الاسباتيولات او فرش دهن الزيت والكلام ده كله. بالمنظر ده كده ممكن تشيلي كمان فيه فوط المطبخ هتكون حلوة قوي. فهي افكاره كتيرة جدا على حسب استخدام كل واحد، وعلى حسب انت محتاجاه لايه بالظبط، ومحتاجة ان انت تشيليه فين. في اوضة الاطفال مثلا هتشيلي فيه القصص او الكتب بتاعت ولادك او الكراريس. لو في الحمام هتشيلي فيه كل ادوات الحمام مثلا الشامبوهات والماسكات بقى وادوات العناية بالبشرة والكلام ده كله مثلا زي ما انا عاملة. المهم هنا بقى كنت بوريكم ان كمان ممكن تشيلي فيه اطقم التوزيع بتاعتك يعني كبشة اللي بنغرف بيها، شاكوش اللحوم زي ما انتم شايفين، طقم المصافي، مضارب البيض وهراسة البطاطس ومفرمة الثوم. كمان ممكن تشيلي فيه لو تبع المنظفات يعني صابون الحمام بقى والكلام ده كله. اهو زي ما انتم شايفين طبعا عملي جدا جدا لحد الان. هو عندي بقاله حوالي سنتين تلاتة ما شاء الله عملي جدا، بس انا شايلاه في الحمام. ان شاء الله هبقى اعمل لكم ريفيو عنه برضو او اوريكم يعني انا منظمة فيه ازاي الحاجات في الحمام. وزي ما قلت لكم هو على فكرة يعني السمك نفسه مش كبير لكن العرض بتاع الموسم كويس فيقدر يشيل معاكي حاجات كتيرة قوي. الترتيب بقى خاص بيك انتي على حسب استخدامك، كل واحد يشوف هو محتاجه ليه بالظبط وعلى اساسه ينظم نفسه. بس كده هو ده كان فيديو صغير شوية. استنوا الجزء التاني ان شاء الله. متنسوش تعملوا لايك وشير وبرضو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل